اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده وصفة سهلة جدا وسريعة وبجد حاجة كده تحفة جدا. تعالوا نشوفوا هنعمل ايه النهارده. عملت لكم كيكه كده بالشوكولاته، بصوص شوكولاته، سهل جدا وسريع وحاجه كده اللهم بارك، حاجه كده قمر. ببيضة واحدة ان شاء الله هنعمل الكيكة دي ببيضة واحدة، وان شاء الله هتطلع معاكي تحفة جدا، وطعمها بجد بيكون وهمي جدا، وطعمها بجد بيبقى تحفة جدا. يعني ببيضة واحدة ان شاء الله هتعملي احلى كيكة، احلى كيكة شوكولاتة. الطريقة دي سهلة جدا جدا وبسيطة جدا، ومكوناتها مش كتيرة، يعني مكوناتها كده بسيطة، وان شاء الله هتطلع معاكي تحفة جدا. اهو زي ما انتم ما شايفين، تشوفوا شكلها بجد تحفة. بعد ما حطيت كده عليها صوص الشوكولاتة هتطلع معاكي تحفة جدا. اسهل وصفة واحلى وصفة ممكن تعمليها لكيكة الشوكولاتة، بجد وصفة خطيرة جدا. وصفتها سهلة جدا وسريعة. تعالوا نشوفوا بقى المقادير عبارة عن ايه، وتعالوا نشوفوا هنعملها ازاي. بسم الله. اول حاجة هنبدأ بيها اللي احنا هنقول المكونات هتكون عبارة عن ايه. المكونات معايا كده كوباية من الدقيق وعليهم معلقتين من الدقيق، يعني كوباية من الدقيق ومعلقتين، يعني كوباية ومعلقتين من الدقيق. ومعايا كده كوباية من اللبن، ومعايا كده 3 معالق كبار مليانين كده من الكاكاو، ومعايا كوباية من السكر. طبعا انت لو حابة تحطي كوباية وربع من السكر ماشي، انا بصراحة حبيت اللي هي تكون سكرها خفيف شوية، فانا هحط كوباية بس من السكر. ومعايا كوباية من الزيت، ومعايا بيضة، ومعايا فانيليا، ومعايا باودر. تعالوا نشوفوا هنعمل الاول حاجة صوص الشوكولاتة. طبعا هو صوص الشوكولاته، يعني انا اول حاجه هبدا فيها اللي انا احط اللبن، احط الزيت، احط السكر، واحط الفانيليا، واحط الكاكاو، واسيب طبعا الكلام ده يتضرب جدا في الخلاط، هيطلع معاكي احلى صوص شوكولاته. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. طبعا حطيت كده اللبن زي ما انتم شايفين كده، الزيت، حطيت كده اللبن، الزيت، السكر، الكاكاو. احط بقى كده باكت كده من الفانيليا، بجد هيخلي لك الطعم بتاعه تحفة جدا، وطعمها بيكون احلى. اهو يا قلبي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا هضربهم بقى كده في الخلاط، وتعالوا هنشوف هنعمل ايه تاني. بعد ما ضربتهم كده في الخلاط اخد كده شوية كده من صوص الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده، يعني اخد نصهم، والباقي تعالوا نشوف هنعمل بيه ايه تاني. اهو زي ما انتوا شايفين كده انا خدت كده يعتبر كوبايه كده من صوص الشوكولاته زي ما انتوا شايفين كده في نفس الخلاط، يعني في نفس ما عملت كده صوص الشوكولاته، يعني انا خدت نص الكميه ونص الكميه التاني هنعمل بيها الكيك. اه يا حبيبتي زي ما انت شايفه كده، احط طبعا البيضه، وطبعا هضربهم بقى تاني في الخلاط، ولا تحط بقى ميه ولا اي حاجه في الخلاط. يا دوبك انا حطيت كده البيضه وضربتهم بقى في الخلاط، طلع لي معايا بالشكل ده. طبعا لازم افضي كده كويس جدا واقلبه، وهوريكم هنعمل ايه تاني. اهو يا حبيبتي، اهو يا قلبي، هجيب بقى المضرب السلك اليدوي بتاعنا، واروح مقلبه بقى كده زي ما انتوا شايفين كده، واحط طبعا الدقيق دي زي ما انا ما قلت لكم، كوبايه من الدقيق وعليهم معلقتين، كوبايه ومعلقتين من الدقيق. اقلب بقى كده. طبعا انا في الوقت ده حاطه ربع كوبايه من الميه، بسيبهم كده يغلوا على النار. ربع كوبايه من الميه. احط بقى كده معلقه صغيره من البيكنج باودر. هقلب بقى كده. طبعا انا حاطه كده على النار ربع كوبايه من الميه تسخن كويس جدا، يعني تغلي، علشان احطهم بقى على الخليط ده. طبعا زي ما انتوا شايفين كده الخليط معاك هيبقى تقيل، فانا عاوزاه عشان اخفه لازم اخفه بايه. عاوزه تحطي لبن ماشي، انا بصراحه فضلت ان انا احط ربع كوبايه من الميه المغليه. اهو يا قلبي ربع كوبايه من الميه. طبعا انا حطيت الميه دول وحطيت عليهم معلقتين تاني، يعني كل المقدار كله اللي انا حطيته من الميه في الوقت ده ربع كوبايه. اقلب بقى كده زي ما انتوا شايفين كده. اقلب بقى تقليبه حلوه كده يا قلبي زي ما انت شايفه كده، قلبي، وان شاء الله يطلع معاكي احلى كيكه شوكولاته ممكن تاكليها. وصفتها سهله جدا جدا وبسيطه جدا، يعني بجد هتطلع معاكي تحفه جدا. طبعا زي ما انا ما قلت لكم انا هحط معلقتين من الميه تاني. ادي الخليط بعد طبعا ما عملته كويس جدا،
عملته كده بالمضرب. طبعا اي بقى صينيه عندك انت حباه اعمليها. طبعا انا حبيت احطها بقى في الصينيه دي. انت عندك صينيه المونيا، اي صينيه عندك عاوزه تحطيها، بس تكون بس ايه صغيره، اصغر صينيه عندك، نص صينيه كبيره اهو يا قلبي زي ما انتوا شايفين كده. احطها كده ايه في الصينيه، وطبعا هدخلها بقى ايه الفرن. انا بصراحه الفرن بيشتغل عندي من تحت ومن فوق عادي، بس انا بشغل عليها من تحت وبهدي عليها النار. اول ما تعدي 30 دقيقه بروح فاتحه عليها وبروح مشغله الشوايه، تاخد كده دقيقتين 3 وبطفى عليها، هتبقى معاكي تحفه. بس ضروري جدا ما تفتحيش عليها الشوايه، ما تفتحيش الفرن عليها الا بعد ما تعدي الايه 30 دقيقه. هي قلبي زي ما انتوا شايفين كده، ادي شكلها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا خطيرة، طعمها بجد كان وهمي، وريحة الكاكاو كانت تحفة جدا. لما تيجي تحطها في الفرن الكاكاو بقى بيعمل ريحة بقى كده ايه، الكيكة بقى بتبقى كلها كاكاو كده، بتبقى طعمها روعة. وطبعا دي زي بعد ما استوت زي ما انتوا شايفين كده، بجيب بقى كده الايه الجوانب كده، بعملها كده ايه بالمعلقة علشان لما اجي اطلعها تطلع معايا بكل سهولة. اهو يا قلبي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا بسيبها تهدى، ما بحبش كده احط صوص الشوكولاتة عليها على طول. طبعا صوص الشوكولاتة ده انا خفيته بمعلقة كبيرة من اللبن، خفيته بمعلقه كبيره من اللبن علشان يبقى معايا كده. طبعا انت عاوزه تحطي تقيل ماشي، عاوزه تحطيه خفيف برضو ماشي. انا بصراحه حطيت كده معلقه كده خفيفه، يعني حطيت عليها معلقه من اللبن خففته، لان انا مش هسقي. في ناس بتسقي الكيكه دي بتعمل لها معلقتين من اللبن وتجيب كده ايه باكت كده من قهوة سريعة الذوبان، بيدوبوهم وبيسقوا بيها. انا بصراحة حبيت كده اخفف برضو، ما حبيتش اللي انا احط كده اللبن والقهوة سريعة الذوبان، فقلت احط الصوص كده اخففه بشوية كده من اللبن. طبعا زي ما انتم شايفين كده هقطعها بقى معاكم. طبعا ضروري جدا ان انتم ما تحطوش صوص الشوكولاته وهي كيكه سخنه. انا بس طبعا بسيب الكيكه تهدى وتبرد، ما تكونش سخنه، تهدى كويس جدا عشان احط عليها صوص الشوكولاته. لو حطيت صوص الشوكولاته لما وهي بتبقى سخنه بتعجن منك. اهو يا قلبي زي ما انتوا شايفين كده قطعتها. ادي الكيكه بعد ما قطعتها. تعالوا نطلع بقى كده واحده منك، اسهل كيكه ممكن تعمليها واحلى كيكه ممكن تاكليها. طريقتها سهله جدا وبسيطه جدا، شوفوا الحلاوه بجد تحفه جدا اهو يا قلبي، وطعمها بجد كان تحفه جدا. يا قلبي طبعا بحط كده صوص الشوكولاته كلها كده، بتتعمل كده من صوص الشوكولاته، هتبقى معاكي تحفه جدا وهتبقى معاكي بجد روعه اهو يا قلبي. ما تنسوش بقى بالله عليكم ان عجبكم الفيديو، ما تنسوش بقى تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه.